ديربي مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض. دخله أشبال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من أجل تأكيد مستواهم الكبير هذا الموسم ولإثبات أن هزيمة الدوري الإسباني أمام الغريم كانت مجرد كبوة جواد. أما أشبال المدرب الأرجنتيني ديغو سيميوني فدخلوا من أجل الثأر للهزائم السابقة أمام الريال في مختلف المناسبات. نادي الأتليتيكو دخل بدون مقدمات. اللاعب ماريو هيرموسو أعطى تفوق مبكرا للهنود الحمر في الدقيقة السادسة. هدف جعل من الريال يحاول جاهدا التعديل. الألماني أنطونيو روديغر حقق ذلك في الدقيقة 20 معيدا المباراة لنقطة البداية. الريال واصل على منواله. الفرنسي فيرلاند ميندي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 29. وفي الجانب المقابل هناك فرنسي آخر يدعى غريزمان رد على مواطنه بعدها ب8 دقائق لتصبح النتيجة هدفين في كل شبكة. وهكذا انتهى الشوط الأول. وفي الشوط الثاني أعطى سيميوني تعليماته للاعبيه بأن لا يتوقفوا عن القتال لأن ذلك سيجعل الريال ينتصر ككل مرة. لاعبو الأتليتيكو طبقوا تعليمات مدربهم بداية حيث تمكنوا من إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 78، لكن كان من مدافع الريال روديغر الذي أعطى التفوق للفريق الأحمر مرة أخرى. بعدها بدأ الريال محاولاته للعودة. المدافع الإسباني داني كارفاخال بخر أحلام سيميوني ولاعبيه بهدف التعادل في الدقيقة 85 لينتهي الوقت الرسمي للمباراة ب3 أهداف في كل شبكة. وفي الوقت الإضافي أثبت الريال بأن كلام سيميوني كان صحيحا حيث تمكن من إضافة الهدف الرابع في الدقيقة 16 بعد 100 عن طريق مدافع الأتليتيكو سافيتش، وهدف خامس في الدقيقة 22 بعد 100 عن طريق اللاعب إبراهيم دياز. الريال حجز مقعدا في النهائي لملاقاة برشلونة أو أوساسونا، وأتلتيكو مدريد حدث له ما كان يحدث كل مرة وهو الهزيمة في الأخير أمام الريال.